3 قواعد إذا طبقتها تصير إنسان ثاني. الإمام الباقر أعطانا سر للتكامل بهاي الحياة ب3 قواعد فقط. ذكرنا قاعدتين وهسه رح نجي للثالثة. شو يقول الإمام؟ الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. القاعدة الثالثة هي تقدير المعيشة. شنو معناتها؟ يعني العيش باعتدال بين الإسراف والتقتير، لا بزيادة فيصير إسراف ولا بنقصان فيصير تقتير، تكون معتدل بحياتك. خلينا نشوف الله سبحانه وتعالى شو يقول عن تقدير المعيشة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليش هاي القضية مهمة؟ إخواني، لو صار الشخص مسرف يصرف أكثر من الحاجة أو مقتر يصرف أقل من الحاجة راح يأثر بالقضايا المهمة. شلون؟ لو صار الشخص مسرف راح يضيع عمره بأمور ما راح يحتاجها وراح يقصر بالقضايا المهمة سبب انشغاله بهاي الأمور، أو نفسها هاي الأمور تكون سبب تقصيره. خلينا ناخذ مثال الغذاء. شخص ياكل أكثر من حاجته، شو راح يصير ببدنه؟ راح يصير متكاسل فراح يقصر بسبب الإسراف. وإذا صار الشخص مقتر كذلك راح يكون مقصر. على مثال الغذاء، البدن يحتاج قوة للعبادة. زين إذا أنت ما غذيت نفسك بصورة صحيحة البدن راح يضعف. لو ما راح يضعف راح يضعف وراح تقصر بسبب التقتير. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا ما تعتدل راح تصل لمرحلة اللوم والحسرة. إخواني، خلينا نجعل من عاداتنا أن نشتري ما نحتاج لا ما نشتهي، وأن نوفر للمستقبل دون قلق، ونعطي دون إسراف. التدبير راحة للقلب ووقاية من الديون وسبب للرضا. التدبير بحد ذاته هو مصداق لشكر الخالق، وإذا شكرناش راح يصير لئن شكرتم لأزيدنكم. ابدي يومك، رتب نفقاتك، خذ بالأسباب واطمئن، فرزقك مكتوب والله هو الرزاق. فهذه ثالث قاعدة من